قسما بالله النتيجة جميلة اهي. دي الايد طبعا اللي احنا عملناها، اما دي اللي احنا ما عملناهاش. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق عامل ازاي؟ بصوا ناعمة جدا وجميلة. بصوا دي مقشفة وناشفة عاملة ازاي. شوفوا دي لسه كمان النتيجة دي ما بتبانش الا تاني يوم. تاني يوم من العمايل، احنا لسه عاملينها دوبك دلوقتي وغسلناها. طبعا الايد بتبقى محمرة شوية مطرح ما قعدنا نفرك فيها شوية، ماشي. فطبعا لازم بتبقى حمرا. تاني يوم بقى تبان النتيجة صح. بص اليد عاملة ازاي. قسما بالله ما حطينا اي حاجة خالص غير الماسك بس، وغسلت ايديها بس بصابونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى عشان دخلت العيد وكده قلت بقى اجيب لكم ماسك بجد تحفة تحفة تحفة. يعني ماسك جميل جدا، بيشيل اي تصبغات في الجسم وبيفتح جدا، ماشي. كام درجة يعني انتوا لو استخدمتوه. وكمان اي بشرة ناشفة مشققة كده بيعالجها بسرعة جدا. وكمان في حاجة برضو، عارفين الشعر اللي بيطلع تحت الجلد اللي هما بيسموه جلد الوز ده، بيطلعه برضو كمان. اللي بيقولوا ملوش علاج ده الماسك ده خطير، ماشي. معانا بقى الاول معلقة سكر، معانا معلقة لبن بودرة، وده بيكنج باودر. هنحط برضو شوية صغيرين كده، مش عايزة كتير يعني، كفاية دولت. ومعانا معلقة من القهوة، معانا هنا ديت علبة زبادي بلدي عادية، هناخد بقى منها معلقة. وممكن تركنوا الباقي عادي في الفريزر تطلعها تستخدموها. يعني هحطوا بقية الزبادي في الفريزر، وبعد كده تطلعها تستخدموها. سيبوها تفك شوية تستخدموها تاني الماسك. وهنا معانا معلقة زيت زيتون، ومعانا معلقة من الخل الأبيض. ومعانا برضو نص ليمونة كده، هناخد منها عصرة كده. ونقلب بقى المكونات دي كده كلها في بعضيها. هنا كده بعد ما قلبتها كويس، بصوا شايفين القوام بتاعها. هنجرب بقى، بس والله العظيم اقسم بالله عن تجربة شخصية يعني جربتها، جميلة جدا جدا. يعني ممكن الاضاءة مش مبينة كويس، بس هي مخلية فيه نضارة في ايديا ازاي. انا هجرب لكم بقى على ايد اختي عشان اوريكم الفرق، مش على ايديا. هنا بقى هجرب لكم على ايدين اختي، الاضاءة برضو مش مبينة، ايديها ناشفة وفيها القشر طالع عامل ازاي، تحس ان هي مشققه. بدات تبان شويه. هنبدا بقى نحط لها كمان. والله الاضاءه مش مظبوطه خالص، الاضاءه مش حلوه. لو الاضاءه كويسه كانت هتبين لكم الفرق. بصوا انتوا شايفين ايديا من ايديها، وبنسيبها بقى زي نص ساعه. سيبوها نص ساعه لحد ما تنشف خالص، وبعد كده تقعدوا بقى تفركوها عشان الجلد يتشرب من الخلطة كويس، من الماسك. قسما بالله النتيجة جميلة اهي. دي الايد طبعا اللي احنا عملناها،
اما دي اللي احنا ايه ما عملناهاش. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق عامل ازاي؟ بصوا ناعمه جدا وجميله. بصوا دي مقشفه وناشفه عامله ازاي. شوفوا دي لسه كمان النتيجه دي ما بتبانش الا تاني يوم. تاني يوم من العمايل، احنا لسه عاملينها دوبك دلوقتي وغسلناها. طبعا الايد بتبقى محمره شويه مطرح ما قعدنا نفرك فيها شويه، ماشي. فطبعا ايه لازم بتبقى حمرا. تاني يوم بقى تباني النتيجه صح. بص الايد عامله ازاي. قسما بالله ما حطينا اي حاجه خالص غير الماسك بس، وغسلت ايديها بس بصابونه، وما كترناش كمان في الصابون جامد علشان الزيت برضو يفضل منعم الايد. شايفين الفرق؟ لايك للفيديو بقى واشتراك لو عجبكم، عشان هنزلكم وصفات كتيره حلوه هتعجبكم. يلا باي.